السلام عليكم. الليلة الوضع العملياتي من داخل الفاشر كان خطير جدا جدا على المدينة وعلى القوات المسلحة السودانية، لأنه الميليشيات هاجموا من 5 محاور منذ الثلاثة صباحا بعشرات العربات المصفحة ودبابات ومدرعات وبآلاف الجنود. والقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والقوات الإردرت استطاعوا إنه يتصدوا على الهجوم. صلاتكم على النبي وشيركم ولايكم وما تنسوا المتابعة والإكسبلور. خليني أديكم تفاصيل هذا الخبر. الميليشيات هاجمت من 5 محاور منذ الثالثة صباحا، من محور الجنوبي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، ومن محور الشمالي الشرقي ومحور الشمالي. واستطاع القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والقوات أرد ودقوا جوا أن يسدوا الهجوم ده بكل شراسة وبكل أمانة، بالجوع وبالحصار وبنقص الأموال والأنفس والثمرات. قدروا إنه ينتصروا، استلموا عشرات العربات، حرقوا عشرات أخرى، وجخموا مئات من الجنجويد ما يجسها ما يدق مكان. واستطاعوا انه يسدوا الهجوم دي من اقوى الهجوم اللي حصلت على مدينه الفاشر، لانه فيها دبابات كتير وفيها عربات مصفحه وفيها مدرعات مصفحه. فالابطال دي يا جماعه ما من المفترض انه يجوعوا نهائيا طالما دولتنا عنده استطاع انه ياكلهم. فدي علينا وعلى كل الشعب السوداني. مبادرات لا تنقذ مدينه، ومبادرات لا تنقذ مدينه بمحور الفاشر، وناس الفاشر ما من المفترض ياكلوا من مبادرات. تهيئات اليوم.